السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين. نصلي بينا على النبي وندخل في تفاصيل موضوع حكاية النهاردة. صاحبة الحكاية بتقول إن جوزها توفى في حادث طريق، وساب لها من المال ما يعينها على تربية أطفالها، وفضلت فعلا تربي أبنائها لمدة 7 سنوات، وهي بتتمتع بقدر عالي من الجمال، وده خلاها مطمع لكتير من الرجال. بعضهم كان عايز يتجوزها، والآخر كان عايز يقضي وقت سعيد وبس. لكن هي رفضت الاتنين، وفضلت انها تربي أطفالها. في نهاية الوقت أحبت رجل تاني واهتم بيها كتير جدا، لكن الراجل ده كان غير مناسب، وده للأسف. كان هو متجوز وعنده أطفال، وكمان أصغر منها في السن، ما كانش معاه فلوس كمان علشان يستطيع ينفق عليها وعلى أبنائها، وكمان ينفق على بيتين. استمرت العلاقة على شكل إعجاب وبس. المهم، جه راجل تاني متجوز برضه ومقتدر، وأكد لها إن حياتي هتتغير للأفضل، وأولادها هم أولاده. بالفعل صدقت الكلام ده، وبدأت بترتيب بيت الزوجية الجديد، وأمرها الزوج التاني إنها تاخد أولادها في البيت الجديد. وفعلا اتجوزت وعاشت أيام سعيدة رغم صعوبة الأمر على أولادها. بس كان في سؤال دايما محيرها، كل شوية تقوله: هي مراتك عارفة إن انت اتجوزتني؟ يعني انت اديتها فكرة إن انت اتجوزتني؟ ودايما كان بيقول لها: أيوة، أنا قلت لها ومعرفها. بعد مرور أسابيع من الجواز اتفاجئت إن إخواته جايين وبيزوروها. طبعا هي رحبت بيهم وقدمت لهم المشروب، ضيوف داخلين عليها. لكن هي كانت شايفة وجوههم مفيهاش خير، وفجأة طلبوا منها إنها تسيب البيت دلوقتي، وكمان تجهز حالها للطلاق. اتعجبت، قالت لهم: انتوا بتقولوا ايه؟ وليه بتقولوا كده؟ قالوا لها ان جوزك دلوقتي حالا وقع في مشكلة كبيرة مع اهل مراته الاولانية، وتبادلوا اطلاق النار، ولازم نتخلص من الجوازة دي دلوقتي حالا عشان الحرب دي تنتهي، ونطمن على اخونا واولاده. قالت لهم: طيب وانا ايه اللي هيحصل لي؟ قالوا لها: انت اللي اخترتي الزوج الغير مناسب، يلا لمي هدومك وخدي عيالك وامشي. وبالفعل اتطلقت منه، ورجعت هي وأولادها لبيتها القديم، وكلها حزن وأسى على اختيار الشخص الغير مناسب، وهي ما تعرفش هتعمل ايه، وبتفكر هو ليه عمل فيا كل ده. عايزة اعرف بقى انتوا رأيكم ايه في الحكاية دي. اللي سمعني لحد الدقيقة دي لازم يقول رأيه في التعليقات. لكن للأسف في كتير جدا من البنات بتقع في نفس المشكلة، اللي هو اختيار الزوج الغير مناسب. لو انتي متجوزة وعندك أطفال، لو انتي أرملة وعندك أطفال، أو مطلقة وعندك أطفال، ليه تتجوزي واحد تاني متجوز وعنده أطفال؟ مفيش حاجة ناقصاه، انتي اتجوزتيه علشان خاطر فلوسه وبس. ومن أعمالكم سلط الله عليكم. اتجوزتيه عشان مقتدر، مش اتجوزتيه عشان انتي بتحبيه. طيب دلوقتي المفروض إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انتي لازم تختاري الزوج المناسب. على سبيل المثال، الزوج ما يكونش متزوج وعنده أطفال،
أو إذا كان زوج ومحروم من الأطفال وعايز يتجوزك عشان أطفالك، أو عايز يتجوزك عشان يخلف منك. في حالات كتير جدا ممكن تتجوزي من الراجل ده، ما تحصلكيش مشكلة تاني مع واحد متجوز وعنده أطفال. دي حاجة. الحاجة التانية، الأفضل إن انت تاخدي بالك من نفسك ومن عيالك، تشوفي مصدر رزق تشتغلي، تعيني نفسك وتعيني على أولادك. واللي عرفته من القصة ان انت مرتاحة ماديا، يعني انت مش محتاجة زوج في حياتك حتى الوقت اللي انت بتقولي فيه قصتك. خدي وقتك، وخدي وقت كبير جدا عشان تختاري الزوج المناسب. وقلتي في حكايتك ان في رجال كتير معجبين بيكي وبعضهم اللي عايز يتجوزك. اختاري صح، فكري، اقعدي وقت. مش لازم طالما مقتدر ومعاه فلوس يبقى خلاص هو ده اللي هيعيشني عيشة هنية ومرتاحة انا وعيالي. لازم تفكري وتشوفي البيئة اللي حواليكي شكلها ايه. اتمنى الناس اللي تسمع الموضوع ده ما تاخدش برأيي، ممكن يكون رأيي كويس مناسب او غير مناسب. انا بقى عايزة اعرف رأيكم انتم بالظبط. طيب، انا خلصت قصتي، وعايزة اشكر صديقتي العزيزة اللي بتبعت لي المقاطع دي اللي انا بنزل عليها صوتي. هي مقيمة في امريكا، وكل الفيديوهات دي بتاعتها هي بتبعتها لي خاص، وانا بشكرها جدا جدا. واتمنى ان انتوا بتستمتعوا بهذه المناظر الجميلة. انا شايفاها مناظر جميلة بصراحة، غير مسيئة للنظر. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو وعايزين مزيد من المقاطع اكتبولي في التعليقات. مع السلامة.